برضو الفل والجمال على كل مشاهدينا في كل مكان، واهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من سوبر ليج اثناء كاس العالم. ومع انطلاق الجوله الثالثه والاخيره من دور المجموعات استمتعنا الحقيقه بمواجهه السنغال مع منتخب الاكوادور. مليون مبروك للسنغال وهارد لك لمنتخب الاكوادور التواجد في دور ال16 بعد ما هولندا فازت على قطر واحتلت الصداره. السنغال في المركز الثاني تتأهل لدور 16 وتنتظر من يحسم الجدل في المباريات اللي شغاله في الوقت الحالي، اللي هنحاول لحد نهايه الحلقه نقول لكم النتائج اول باول. ايران في مواجهه امريكا، ويلز في مواجهه انجلترا، وبالتالي هنتابع النتائج مع بعض ونشوف مواجهات دور 16 تسفر عن ايه. كاس عالم جميل وممتع وشيق ومليان جمهور ومليان احداث ومليان قصص، ومستمتعين الحقيقه بالصبغه العربيه الموجوده في كاس العالم في هذه النسخه اللي موجوده. واعتقد ان الجمهور بدا يخش في الموضوع على طول وما عادش فيه كلام من اياه، والناس اصبحت مبسوطه بشكل اكثر من رائع. سعادتنا ازيد انه المنتخبات العربيه تحديدا السعوديه والمغرب مفرحينا لحد دلوقتي رغم هزيمه السعوديه. فرحانين بالاداء، عشمانين انه الجاي يكون افضل بالنسبه للمنتخب السعودي ويقدر في المواجهه الاخيره انه يحجز مكانه في دور ال16. نفس الامر بالنسبه للمنتخب المغربي اللي صنع الحدث بفوزه على المنتخب البلجيكي بهدفين دون رد. مبدئيا تقرير خاص من سبورتس كيدا بتقول انه المغرب صدرت المتاعب للمنتخب البلجيكي بعد الفوز، لانه داخل غرف خلع الملابس قامت خناقه ما بين هازارد وما بين دي بروين. استدعى الامر ان لوكاكو يقوم من مكانه ويروح يسلك، وبالتالي معسكر منتخب بلجيكا يعيش حالات من التوتر عديده. انتوا عارفين ان كان في مشكله قبل كده بين كورتوا اللي كان مرتبط او كان يعني على علاقه بصديقه دي بروين وانفصل عنها وقامت خناقه، ويقال في الكواليس ان هم ما بيكلموش بعض، يعني قدام الكاميرات حاجه وفي داخل غرف خلع الملابس حاجه ثانيه. بتزيد الطين بله زي ما بنقول بعد خناقه دي بروين مع هازارد ولوكاكو بيتدخل. لكن الجميل في الموضوع فرحه المغاربه، لقطات الجمهور المغربي المنتشره في كل مكان على السوشيال ميديا في كل حته في العالم. الكل فرحان بجمهور المغرب. انا بالنسبه لي الفرحه اللي تستحق ان احنا نقف لها بجد هي فرحه الرجراجي. يا جماعه الكوره لما بتدي، وانا على قناعه كامله انه هذا الرجل الحقيقه يعني رجل عادل، راجل صالح في حياته، انه يتحول من شخص عادي لمدرب الوداد، لبطل دوري ابطال افريقيا، للمشاركه في كاس العالم وهو ما خدش غمار التصفيات، انه يصنع حدث تاريخي ويقدر انه يفوز على بلجيكا، يتعادل مع كرواتيا. لو حقق الفوز الجاي بيضرب كل الارقام القياسيه للمدربين اللي بيقودوا المنتخبات العربيه. الفرحه دي اللي بعد الهدف، الحمد لله اللي بعد الهدف اللي اتقالت، انا فرحان للراجل ده جدا جدا، وحاسس من قلبي ان ربنا بيكافئه على مجهود وعلى عدل في الاختيارات حتى لو اتهاجم، لكن ربنا بيكافئ المجتهد بافضل شكل ممكن. واحد تاني من المجتهدين الحقيقه لا يقل ابدا، والله ما يقل ابدا باي حال من الاحوال، لا عن حكيمي ولا عن مزراوي ولا عن زياش ولا عن بونو، الاربعه الورلد كلاس الخاصين بالمنتخب المغربي او الرباعي العالمي في المنتخب المغربي اللي بيلعبوا في اوروبا. هو في اوروبا وهو بيقدم مجهود لا يقل بل يزيد. سفيان مرابط حبيب الكل، نجم فيورنتينا، الراجل الوتد اللي في نص الملعب، جري، قطع، بنى لعب، تواجد في المكان المنافس في المكان المناسب قدام المنافس، ما بيخافش من الكوره. راجل عمل كل حاجه ممكنه قدام كرواتيا وقدام بلجيكا. كل حاجه حلوه في لاعب خط وسط عربي، مش هقول عوضنا لكن هقول بنفس الكيفيه. لكن اسماعيل بن ناصر مفرحنا بيها مع الجزائر ومع الميلان السنه دي والسنه اللي فاتت. سفيان مرابط عامل نفس الحاله رغم كونه في فيورنتينا فريق اقل، لكن في النهايه راجل المغرب بالنسبه لي انا رقم واحد. ما شاء الله عليك يا ابني. القدر كافئ الركراجي، والصحافه بتقول انه القدر برضه بيكافئ مرابط. على ذمه كورييري دي لو سبورت في صباح هذا اليوم بينزل خبر مفاده انه في عين راحت على مرابط في اول مباراتين، وهناك مفاوضات جاده في يناير القادم من قبل من؟ سفيان مرابط. هنحتار كل اسبوع هل يبقى صلاح فخر العرب ولا سفيان مرابط فخر العرب؟ يا رب يبقوا الاثنين. ليفربول يرغب في التعاقد مع سفيان مرابط
بعد أدائه الممتاز وبعد الإصابات الكتير اللي بتضرب نص ملعب ليفربول في هذا الموسم. دي التويتة اللي نزلت على أنفيلد إديشن، بيقول فيها ليفربول are one of the growing number of sides، واحد من المهتمين interested in Fiorentina midfielder سفيان مرابط، في لاعب فيورنتينا سفيان مرابط having been impressed by his performances for Morocco in the World Cup، منبهرين بأدائه الأكثر من رائع مع المنتخب المغربي في كأس العالم، مع منشن لصحيفة كورييري ديلو سبورت اللي نشرت الخبر في صباح هذا اليوم.